اليوم احنا بنحضر مبادرة لوزارة الشباب والرياضة دائرة الرعاية العلمية اللي هي دورة الطيران الانحداري بالعربي ذات المحرك. هاي الدورة لها 3 محاور. حققنا ال3 محاور إن شاء الله. البارحة كان آخر محور من المحاور حققناه، واليوم احنا بصدد تقديم عروض للطيران. وشكر البارحة المدرب محمد ياسين فتحي أنهى تدريبي من أجل أنه أنقل هذه التجربة لوسط الجنوب، وإن شاء الله نقدر نأدي ونخدم الشباب العراق. بتوجيه من معالي السيد وزير الشباب والرياضة المحترم جاسم محمد جعفر، أقامت دائرة الرعاية العلمية قسم علوم الطيران والجو مبادرة دورة الطيران الانحداري بالعربة ذات المحرك. وكان هاي المبادرة ب3 محاور. المحور الأول هو تأهيل المحرك لهذه الطائرة، وثاني محور هو لتدريب مدربين، إعداد مدربين لتطويرهم لكي يدربوا بالمناطق اللي ذات الرقعة الجغرافية المختلفة عن محافظة نينوى اللي هي محافظات الوسط والجنوب. منتهى صالح، دائرة الرعاية العلمية، وزارة الشباب والرياضة. وضع تشكيل رائع وجميل في سماء، وإن شاء الله سيتواصل العمل من أجل تطوير هذه الرياضة في عموم العراق. يقوم الكابتن محمد ياسين بالألعاب الجوية في الباراماطور، وهو إن شاء الله كفؤ ومتمكن وله مشاركات دولية، وهو يعتبر المدرب الوحيد في العراق الذي يحمل شهادة دولية تخوله التدريب ومنح شهادة الطيران والتدريب في الطيران الشراع الانحداري وكذلك طيران الباراماطور. نتمنى إن شاء الله وبتعاون وزارة الشباب والرياضة وتقديم الدعم